هذا المسلسل ماشي طبيعي، كل سنة كيصدمنا بأحداث وتوقعاته المثيرة للجدل بالمستقبل. والمشكل الكبير هو أنه متوقع أحداث وكوارث كبيرة لسنة 2024 واللي باقين في الشهر الأول ديالها، لدرجة لو وقع هذا الشيء حرفيا غادي تكون نهاية العالم. وماشي هذا الشيء فقط، فراه غادي نتكلموا على حلقة محذوفة عن فلسطين ونربطوها بالأحداث اللي واقعة حاليا في غزة. إلا كنتي كتعتقد باللي الشعب الأمريكي ما عمره سمع بغزة غير من الأحداث اللي واقعة حاليا، فراه انت غلط، لأنه كاينة حلقة تعرضات في مسلسل ذا سيمسم تعرض فيها اسم غزة وبكل وضوح، ولكن بطبيعة الحال ما غاديش يذكروها بالخير. في حلقة من حلقات ذا سيمسم سافرت عائلة سيمسم لفلسطين المحتلة الغرض السياحة والتعرف على فلسطين، أو في الأصل باش يبينوا للعالم بأنه دولة إسرائيل هي دولة سياحية وفيها الأمان. وبعد ما سافرت العائلة باش يدوزوا العطلة ديالهم ويعرفوا الثقافة ديال البلد، ولكن من بعد ما وصلوا تصدموا من معاملة الإسرائيليين معهم، كانوا كيعاملوهم بطريقة غريبة وعنيفة، بحال إلا كانوا كيعاملوا عائلة سمسم بحال الخدم. وهذا الشيء ما جاش عن عبث، بغاو يوصلوا للعالم بأنه اليهود كيعتبروا العالم كامل خدام عندهم وهما شعب الله المختار، وهذه حقيقة يعني في المعتقدات ديالهم هما كيعتبروا ريوسهم باللي هما أعلى الناس، وأي واحد خارج المله ديالهم لازم يكون خادم عندهم. المهم بعد وقت من الحلقه بان باللي عائله سمسم كيتجولوا في القدس او في عاصمه فلسطين، ولكن في المسلسل ما بينوش هذا الشيء وما بينوش باللي هذا هو المسجد الاقصى، بينوا باللي هذا المسجد كيخص جميع الاديان، يعني كيجمع جميع الاديان مع بعضياتهم. وركز معايا في هذه النقطه، يعني كيجمع جميع الاديان. المهم وسط مسجد قبة الصخره بالتحديد طلع هومر هو كيشرح مخطط امريكا الجديد واللي كانوا كيلمحوا ليه في هذه الحلقه، وبقى هومر كيقول باللي حنا خاصنا نديروا دين جديد ولا بصيغه اخرى مكان يتجمعوا فيه جميع الاديان، وسمى هذه البلاصه كريستن هود. يعني هذا الشيء فين وقع وفين قالوا هومر؟ وسط مسجد قبة الصخره. Muslims and Jews, I have come to gather you into a new faith. From now on you shall be called Chrismu Jews. وإلا جيتي تدقق فغادي تلقى باللي هذا هو هدف من أهداف الماسونية، وهو يقضيو على دين الإسلام ويصنعوا دين جديد خاص بهم باش يقدروا يتحكموا به في العالم. فتخيل معايا عزيزي المشاهد كمية الرسائل الغير مباشرة اللي كانوا كيزرعوها في هذا المسلسل وعقول الأطفال. ومن بعد بدات عائلة ذا سيمسم كيتجولوا وكان معاهم مرشد سياحي، وهذا المرشد قال لهم باللي أي معلومة من مصادر ثانية هنا هي كتعتبر معلومة كاذبة، يعني المعلومات الصحيحة هي اللي كينشروها هما فقط. وكان كيقول لهم باللي on which Abraham was going to sacrifice his son and Muslims believed something too. وتنتوقع باللي هذا الموضوع اللي وقع قبل 20 سنة كيوقع في وقتنا الحالي. الكيان الصهيوني كينشر معلومات غلطة وخلى الغرب يصدقوها. انت شايف معايا كمية الرسائل المخفية اللي تصدرات قبل 20 سنة تتوقع حاليا. ومن بعد بشوية وهما باقين كيتجولوا في فلسطين المحتلة وقع نقاش بيناتهم وغضب منهم هذا الدليل السياحي. واشنو قال لهم بصارح العبارة الا ما عجبكش العيش هنا في هذه المنطقة سير عيش في سوريا مدة شهرين. وهنا رسل رسالة خفية اخرى، وهي شنو قصد بهذه الكلمة؟ واش قصدوا باللي هما اللي دمروا سوريا؟ وبغيت نفكرك باللي هذه الحلقة تعرضت قبل ما تكون الحرب بسوريا، ودابا انت مع راسك تقول فين هو اسم غزة في الموضوع؟ هنا فين غادي نصدمك. منين وصل الليل هومر قرر يمشي لواحد النادي ليلي، ومنين مشى كان سميت ذاك النادي غزة ستريت، اي بمعنى قطاع غزة. شوف معايا الخبث ومع الدليل الواضح باللي كيقرروا من زمان باش ياخذوا ارض غزة ويحولوها لداك الشيء اللي في بالهم. المهم من بعد ما ربطنا الاحداث اللي في الحلقة مع الاحداث اللي واقعه حاليا، خلينا ننتقلوا لتوقعاتهم لسنة 2024. اول توقع واللي هو الاكل الافتراضي. تخيل معايا راسك انت جالس كتستمتع باكلتك المفضله بلا ما تاكل حتى لقمه منها. باللي الموضوع عجيب، ولكن ماشي بعيد باش يوقع، لانه بالنسبه للتطور اللي كان واكبه حاليا فهذا الشيء يمكن يكون واقع، ويمكن الواقع الافتراضي انه يخدع الحواس ديالنا. يعني يمكن يخلينا نعتقدوا باللي حنا كناكلوا في الاصل حنا كنتخيلوا باللي كناكلوا. الموضوع غريب كيف ما شفنا في الحلقه، هومر كان كياكل وجبه اللي هو في الاصل ما كايناش، وبالرغم من هذا الشيء كان كيعبر وتيقول باللي المذاق ديالها شهي ولذيذ. والتوقع الثاني اللي جاء في الحلقة اللي هو هيمنة الروبوتات. وبما انه العالم مقبل على التطور التكنولوجي، والمقصود فيها باللي الروبوتات غادي تاخذ مكان الانسان الحقيقي، والانسان الحقيقي ما غاديش تبقى عنده حتى قيمة. والتوقع الثالث واللي غريب واللي هو جهاز ترجمة كلام الاطفال. My baby translator. Lavish attention on me and entertain me.
عبارة عن اختراع كيفهم كلام الأطفال. يعني مثلا طفل مني كيبقى كيبكي وما نقدروش نفهموا اش كيقول، هنا فين كيجي الدور ديال هذا الجهاز. الا سولتك واش يمكن لهذا الاختراع يكون حقيقي غادي تقول لي مستحيل، وانا غادي نصدمك ونقول لك باللي يمكن يكون حقيقي. مع واحد الشركه سميتها زاون دريم اخترعت تطبيق في الهاتف، ملي كتقرب هذا الهاتف من الطفل اللي كيبكي كيترجم لك اش باغي هذاك الطفل وحتى المشاعر ديالو في هذيك اللحظه، سواء كان معصب ولا فرحان ولا مريض، وبزاف ديال المشاعر. تخيل معايا باللي هذا التطبيق موجود حاليا، وبالرغم من انه ذا سيمسم تكلم عليه قبل 20 سنه تقريبا. دابا خلينا مع التوقع الاخير واللي هو الاخطر من بين كل التوقعات. التوقع الاخير اللي هو متوقعين حرب عالميه ثالثه غادي توقع في سنه 2024، وهي السنه اللي دخلنا لها حاليا. متوقعين باللي غادي يوقع صراع نووي او حرب نوويه بين الصين وامريكا، وهذا بالضبط اللي وقع في مسلسل ذا سيمسم. في واحده من الحلقات المسلسل ذا سيمسم توقع باللي غادي توقع حرب نوويه بين الصين وامريكا، وقال المذيع باللي يؤسفني ان نخبركم باللي من المحتمل نتلقاو ضربه نوويه على احد شواطئنا، وهنا كان كيقصد امريكا. وتنتوقع باللي هذا الشيء هو اكثر شيء واقعي يمكن يوقع، وخاصه مع الاوضاع الحاليه، سواء حرب غزه ولا حرب اوكرانيا ولا حرب السودان ولا سوريا، وتوتر الاوضاع بين الصين وامريكا ولا روسيا. وكيف ما شفنا هي بدات الحرب في غزه بداو كينزلوا الملاجئ اللي تحت الارض. وعلى ذكر الملاجئ، قبل فتره سمعنا عن مارك مخترع فيسبوك كيجهز الملجأ تحت الارض باش لو وقع شي قصف نووي يلقى فين يتخبى. والا ربطنا هذه المواضيع مع بعض غادي نخرجوا بنتيجه واضحه. وكنتمنى هذا الشيء يبقى مجرد توقعات ونتشافوا في فيديو اخر.